كلنا بنكون عايزين نتكلم في حاجات في الماضي. عايز اتكلم عن امبارح عملت ايه، اكلت ايه امبارح، رحت فين. كل الاحداث اللي بتدل على الماضي اكيد في اللغة الايطالية بتكون مهمة، بس دايما بتكون عندنا المشكلة ان احنا اصلا مش عارفين الازمنة. النهاردة ان شاء الله في الدرس هناخد اول زمن خاص بأزمنة الماضي في اللغة الإيطالية. أنا عمر من أكاديمية عمر إيطاليكا. يلا بينا. النهاردة إحنا الدرس بتاعنا هنبني مع بعض 5 أمور أساسية علشان نقدر نفهم الزمن ده ونستخدمه في الكلام. طيب أول حاجة خلينا كده نتفق مع بعض. إحنا في الإيطالي عندنا حاجة اسمها زمن un tempo semplice وun tempo composto. نبص للكلمة tempo semplice يعني زمن مش معقد، يعني أنا بصرف الفعل على طول، شبه البريزنت اللي خدناه io lavoro. خلاص شكرا كده الزمن انتهى، يعني مش بحتاج ausiliare. الدرس اللي جاي هتعرف يعني ايه ausiliare. مش بحتاج فعل مساعد شبه الانجليش. تركيبة اللغات اللاتينية، الانجليش، الايطالي، الاسباني، الفرنش، اي لغات خاصة باللاتينية غير اللغة العربية. احنا في العربي ما عندناش حاجة اسمها فعل مساعد، مش موجودة. ممكن اقول جملة كاملة اصلا من غير ما استخدم الفعل. لا، في الايطالي في ازمنة معينة بتحتاج افعال مساعدة. احنا عندنا افعال مساعدة احنا عارفينها essere وavere. طيب الزمن النهارده دوت اسمه tempo composto. composto يعني ايه؟ composto يعني مكون او مؤلف من امرين، الاوزيلياري الفيربو essere او avere، والحاجات التانية il participio passato. دول هنعرفهم مع بعض يعني ايه، بس انا بمهد لك ان احنا عندنا في الايطالي بشكل عام tempo semplice شبه البريزنت اللي خدناه، والنهارده عندنا اول نوع من il tempo composto علشان الصورة تكون كاملة عندك وانت بتذاكر. il passato prossimo. اول حاجة الزمن ده il passato prossimo بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه لما بكون بتكلم على حاجات بدأت وانتهت، احداث بدأت وانتهت. Io ho mangiato la pizza. أنا أكلت البيتزا. أنا خلاص أكلتها. الحدث ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية، فالحدث بدأ وانتهى. ده أول استخدام. برضو بستخدمه في أحداث كانت لسه حاصلة من قريب. بستخدمه برضو بشكل عام في إطار الماضي، بس القاعدة السحرية إن هو حدث بدأ وانتهى، علشان قدام هناخد أحداث تانية وأمور بتدل على الماضي. فالباستو بروسيمو القاعدة الذهبية بتاعته إن هو حدث بدأ وانتهى، وقدام هنعمل فوارق بينه وبين أزمنة تانية. بس عايزك كده تفكر فيه، أي حاجة أنت عملتها وخلصتها في الماضي استخدم على طول الباساتو بروسيمو. فده الماضي بشكل عام اللي هو الباساتو بروسيمو. ليه بنستخدمه؟ علشان احداث بدأت وانتهت وانا عملتها في الماضي. زي ما احنا عرفنا في البريزنت ازاي بنصرف الافعال، النهارده برضو هنعرف التركيبة عندي، لان هو تيمبو كومبوستو الفيربو essere oppure avere زائد حاجة اسمها il participio passato التصريف الثالث للفعل. طيب يا عمر انا هعرف التصريف الثالث ازاي؟ احنا عندنا القاعدة العامة وعندنا الشواذ هنعرفهم في الاخر اللي هما بيكونوا حاجات حفظ. اول حاجة لو الفعل مجموعة اولى mangiare مثلا are بتبقى ato، ده التصريف الثالث بتاعه. مثلا لو مجموعة تانية ere uto، فمثلا فعل شبه conoscere conosciuto. فعل مثلا ايري بتبقى ايتو، فبارتيري بارتيتو، فاري اتو، ايري اوتو، ايري ايتو. خلي بالك متتلخبطش. فده التصريف الثالث بتاع ال3 مجاميع اللي احنا عارفينهم، اشكال الافعال. طيب الفعل اسري وافيري بعمل فيه ايه؟ لو انا هستخدم اسري هصرفه عادي، اقول مثلا فعل شبه مثلا انداري io sono andato. لو مثلا مع افيري io او مانجاتو. امتى تستخدم اسري وافيري؟ ده شرح الدرس اللي جاي علشان هنا ما تسحش مني، تمام؟ فانت بتستخدم اسري وافيري وبتصرف اسري وافيري عادي في المضارع. io sono tu sei noi siamo voi siete loro sono. avere io ho tu hai lui o lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno. وبتصرف الفعل اللي انت عايز تستخدمه في البارتيسيبيو باساتو. فمثلا انت عايز تقول انا رحت روما مثلا io sono andato a Roma. عايز تستخدم فعل ذهب مثلا فعل اكل، انا اكلت امبارح بيتزا io ieri ho mangiato la pizza. ففي الاول هتكون صعبة شوية، انت لما تعمل الواجبات وتجرب تستخدمها كتير الموضوع هيكون منطقي، وبالوقت طالما انت فهمت التركيبة في دماغك عاملة ازاي درب. علشان كده بنقول الفويس والفيديوهات مهمة جدا تعملها، مهم جدا تعمل الواجبات، علشان بدون الواجبات شرح القاعدة سهل جدا.
بس الواجبات هي اللي بتحسن عندك الايه، الاستجابه والاوتبوت اللي طالع منها. تمام؟ فده ازاي بنكون جمله بالماضي. يبقى انا بستخدم essere وافيري بصرفهم عادي مع اي ضمير انا عايزه، برونومي بيرسونالي احنا عارفينهم، وبحط الفعل اللي انا عايز استخدمه في هيئه البارتيسيبي باساتو، التصريف الثالث. فمثلا ممكن اقول لك io sono partito per Roma. السؤال هيجي امتى نستخدم essere وافيري؟ الدرس اللي جاي بعد ده تذاكره على طول. تمام؟ زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا اي قاعده بيكون ليها امور شواذ. مثلا في افعال التصريف الثالث بتاعها اصلا بيكون شاذ، هنعمل فيها ايه يا عمر؟ هنحفظها. مثلا شبه فعل dire detto prendere preso perdere perso وهكذا. الافعال مثلا fare fatto، الافعال دي كلها بتكون حفظ. احفظها كلها مره واحده؟ لا طبعا، احنا بنحطها في سياق البودكاست والاوديوز بتاعتنا وكلام من ده، والواجبات اللي بتعملها واحده واحده بتحفظها. يعني لو كل يوم مثلا فعلين تحفظهم زي الفل. فاحنا كده نرسم الرسمه في دماغنا. انا عندي افعال منتظمه تتصرف عادي are ato ere uto ire ito، وعندي طبيعي ان في افعال شاذه. يعني شاذه يعني هي بتتصرف بشكل معين وبيتم حفظها. بس اخر حاجه احنا عايزين نعرف اي فيربي مودالي شكلهم عامل ازاي، عشان هما بيتكرروا كتير. دوفيري بيبقى دوفوتو، بوتيري بوتوتو، فوليري فولوتو، ناقصنا سابيري سابوتو. دي التصريفات بتاعتها. مثلا اقول لك هنصرف عادي، نصرف البتاع io ho dovuto andare a Roma. عارفين ان فيربي مودالي بيجي وراهم على طول الفعل في المصدر، فانا بصرف في الماضي عادي. tutti i verbi modali بياخدوا الفعل avere كاوزيلياري. فمثلا io ho dovuto andare a Roma. مثلا come hanno saputo del nostro servizio. فالverbi modali بياخدوا الاوزيلياري avere. طيب دلوقتي احنا عايزين نرسم الصورة كاملة في دماغنا. انا عايز اتكلم على حاجة في الماضي ليها نقطة بداية ونقطة نهاية، بدأت وانتهت. هستخدم الباساتو بروسيمو. عمر قال لي ان ده اول زمن مركب. يعني ايه زمن مركب؟ يعني بياخد فعل مساعد والتصريف الثالث. ثالث حاجة لو انا عايز اصرف التصريف الثالث، عندي الثلاث مجاميع are ato ere uto ire ito. بعد كده عندي افعال شاذة بيتم حفظها. الفيربي مودالي كلهم بيجوا مع افيري، وبصرف عادي وبحط الفعل الثالث اللي هو بيكون وراهم في المصدر. دي كل حاجه خاصه بالباساتو بروسيمو. الدرس اللي جاي مهم جدا، هنعرف امتى نستخدم essere وامتى نستخدم avere كفعل مساعد. زي ما عرفنا في الاول خالص يعني ايه essere وافيري واهميتهم في اللغه الايطاليه، دلوقتي بقى هنعرف ازاي نستخدمهم في الازمنه. ذاكر كويس، حل التمارين، اعمل واجباتك، وبلغ البروف انك ذاكرت الدرس. شكرا، سلام عليكم.